السلام عليكم، واش راكم لاباس؟ غايه الحمد لله، انا راني بخير وانتم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو بخير وصحه وعافيه. اليوم جيتكم بوصفه تاع الحوت بتتبيله رائعه وسهله وبسيطه، يعني ماشي مكلفه التتبيله. هنا كما شفتوا عندي القارص. بالنسبه للتوابل عندي كركم، فلفل عكري، زنجبيل، قزبر، زنجبيل، فلفل اسود، كمون، والملح بطبيعة الحال، والتوابل تاع الحوت. وعندي معدنوس وعندي الثوم. كما شفتوا عندي 5 فصوصة كبار تاع ثوم. كما تعرفوا الحوت يبغي الثوم باش يجي بنين بزاف. هنا كما شفتوا التوابل تاوعي، راح نسكرفج عليهم الثوم كما شفتوا بالطريقه هذه التتبيله تجي رائعه بزاف وتجي بنينه بزاف بزاف. واش نقولكم، يعني صراحه انا يعني معتمده عندي نديرها بزاف. هنايا قلت نجربها مع المشتركين التاوعي والمتتبعين التاوعي. هنايا راح ندير 6 مغارف زيت، لاني عندي نسبة يعني عندي الكمية تاع عفوا الكمية تاع الحوت عندي كبيرة. راح نديرها للضياف، يعني ماشي لينا حنايا للدار. هنا كما شفتوا درت 6 مغارف زيت، ودرت تقريبا مغرف ونص تاع لاموطارد راح يعطي لك بنه رائعه بزاف. وهنا عندي حبه ليمون راح نعصرها. عصرتها هنا راح ندي منها 3 مغارف كبار، 3 مغارف عصير الليمون. اللي هنا راح نضيفوا المعدنوس تاعي، راح نضيف كميه مليحه تاع المعدنوس. كما شفتوا هذه الوصفه بزاف رائعه، وخاصه الا كنتي درتيها كما نقولوا بربع سوايع ولا 5 وخليتيه يتشرب التتبيله هذيك ومن بعد طيبتيه. انا راني كنت مزروبه ما نقدرش نخليه يطول. كما تتبلته وبديت نطيب فيه، وهي من الاحسن كي تخلي التتبيله هذه تطول شويه، يعني على الاقل واحد 3 سوايع هكا، ولا تبليه من الصباح وتخليه العشيه طيبيه. هنا خلطوا كامل المكونات مع بعض. قلت لكم بالنسبه للتوابل: فلفل اكحل، كمون، زنجبيل، وفلفل عكري احمر، وملح، وتوابل تاع الحوت. هنا راح نفرغ كامل التتبيله تاعي على الحوت تاعي هكذا كما راكم تشوفوا. هنا راح نطيبه معاكم في المقلاة الكهربائيه، يعني مانيش راح نطيبوه في الفرن، راح نطيبوه في المقلاة الكهربائيه هكذا. هنا حاولي انك تدخلي التتبيله تاعك مليح في الحوت، ما تنسيلو حتى كوانه لازم تديري له التتبيله في الداخل من البرا، يعني تتبليه غايه. بالنسبه للملح يعني قلت لكم حسب الذوق، يعني ماشي كاين اللي ما يحبش الملح بزاف ما يقويش الملح يحط شويه ملح. هنا راح ندخلو التتبيله مليح هكذا. هكذا حاولي تدخلي له التتبيله مليح. وصفه رائعه بزاف. هكذا نقول لكم نشكر بزاف بزاف المشتركين الجدد اللي دخلوا القناه، ونقول لهم مرحبا بكم وربي يحفظكم وربي يخليكم لينا ان شاء الله يا رب العالمين. بكم انتم راهي تكبر القناه تاعنا. نقول لكم يعطيكم الصحه وربي يجازيكم كل خير ان شاء الله. نقول لكم ما تبخلوش عليا بالجيم. وبالنسبه للتعليقات راني نرد على كامل التعليقات، يعني اي تعليق يخلوه لي راني نرد عليه. لهنا بعد ما تبلته كما راكم تشوفوا نروح نجيب يعني المقلاة تاعي الكهربائيه. هنا كما شفتوا انا دائما نقول لكم ندير لها بابي كويسون باش ما تتوسخليش، حابه نستحفظ عليها. بالنسبه للمقلاة هذه والله يا دراهمها ما راهي خساره، يعني
ما تحسيش روحك يعني في الستي، تحسي روحك في الفايدة. يعني انا صراحة نفعتني بزاف. هكذا كما راكم تشوفوا نحطوه في القلاية تاعي. ما ترفدش كونتيتي كبيرة، يعني راح نحط فيها نطيب بالنص هكذا. وهنا نزيد نضيف من التتبيله هذيك نضيف على الحبات تاع السمك تاوعي هكذا. هكذا كما راكي تشوفي. وهنايا راح نحطو في المقلاة تاعي. هنايا شوفي هنايا راهي تعافيشي لك في الطابلو، يعني اللي ما يعرفش كاع يولي يعرف سهله مهله. هنايا كما راكم تشوفوا ريقليتها على السمك كما راكم تشوفوا الحبه تاع السمك. وهنايا هذا هو الشكل النهائي تاع العشاء تاع ضيافنا. هنايا كما شفتوا الله يبارك جا طايب روعه 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 وبنين بزاف. هنا ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم الى فيديو جديد ان شاء الله. سلام.